خبر. استاذ فراس، مساء الخير. مرحبا بك أخي محمد، ومرحبا بكل الأشقاء في مصر. استاذ فراس، تناول الخبر في الاعلام، بعض الاعلام التونسي وخاصه موقع فوت 24 التونسي بفشل المفاوضات ما بين النادي الاهلي ومحمد علي بن رمضان. عايز اعرف حضرتك عرفت الخبر ده منين، او ايه هي الدلائل اللي وصلت لك واعلنت من خلالها هذا الخبر؟ مرحبا بك. قبل كل اهلا شيء، احنا بيك. مصدرنا كان من اقارب اللاعب محمد علي بن رمضان. كذلك موقع فوت 24 كان السباق في خبر عرض الاخدود السعودي، وكان سباق كذلك في عرض اهتمام الاهلي المصري بمحمد علي رمضان. والحمد لله كنا سباقين في خبر رفض اللاعب محمد علي بن رمضان لعرض الاهلي المصري اليوم محمد علي بن رمضان أبلغ إدارة الفريق المجري عن رفضه عرض الأهلي المصري. محمد علي بن رمضان متواجد أصلا في معسكر فريقه الذي يلعب غدا مباراة مهمة جدا في الدوري المجري. الأخبار الرائجة في الصحافة المصرية حول قدوم محمد علي بن رمضان اليوم إلى مصر كلها لا أساس لها من الصحة. محمد علي بن رمضان كان يدرس العرض منذ أيام، لكن اليوم أبلغ رسميا فريقه المجري برفض عرض نادي الاهلي المصري. هل ده بسبب دخول الاخدود السعودي طرف، وان محمد علي بن رمضان من الممكن نشوفه في الاخدود السعودي المقابل افضل، الكلام ده كله، ولا في حاجة لا تانية؟ لا، في حاجه اخرى. اولا اعطيك خبر لي كذا حصري ان محمد علي بن رمضان لديه عرض اخر من الدوري السعودي، لكن للاسف لم نصل الى اسم الفريق. لكن مؤكد ان محمد علي بن رمضان لديه عرضا اخر من فريق من الدوري السعودي، لكن محمد علي بن رمضان رفض عرض الاهلي المصري بسبب ضغط جمهور الترجي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفضت انتقال محمد علي بن رمضان للاهلي المصري احتراما للجماهير الترجيه، خاصه أن محمد علي بن رمضان ابن حي شعبي وابن الترجي الرياضي. لذلك احتراما لفريقه السابق الترجي الرياضي رفض الانتقال للاهلي، وخاصه الجميع يعرف المنافسه بين الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا وفي السوبر الافريقي وغيره. لذلك سيد محمد علي فراس، رمضان. اسمح لي ان انا اقول لك، يعني المفاوضات ما بدأتش امس او اول من امس. المفاوضات بقى لها فترة طويلة، وعلى فكرة كان في كلام بين الاهلي ومحمد علي بن رمضان الموسم الماضي. هل ان محمد علي بن رمضان حس دلوقتي بغضب جماهير الترجي بعد كل المفاوضات اللي حصلت؟ ده حتى والده كان مبارك الخطوة. وهو كذلك محمد علي بن رمضان اتفق نهائيا مع الاهلي المصري حول انتقاله للاهلي في شهر جوان الماضي. يعني منذ اكثر من شهرين محمد علي بن رمضان ابلغ الطرف في الاهلي المصري انه موافق على الذهاب للاهلي، والمفاوضات بدات رسميا خلال معسكر المنتخب الوطني في القاهره في شهر رمضان المعظم في الدورة الدولية الودية التي كانت بمشاركة تمام المنتخب التونسي. تمام. محمد علي بن رمضان قبل بعرض الأهلي المصري في شهر جوان في شهر 6، لكن حينها الفريق المجري رفض عرض الأهلي. تمام. وبعد خلال في الأيام القليلة الماضية عديد الأخبار راجت على المواقع المصرية بعرض الأهلي المصري وقرب محمد علي بن رمضان. لذلك تزايد الضغط الجماهيري من جماهير الترجي الرياضي على محمد علي بن رمضان، اللي اخيرا اقتنع انه بسبب ذلك الضغط الجماهيري وبسبب احترام جماهير الترجي، خاصه الجميع لا يعلم ان محمد علي بن رمضان خرج من الترجي في نهايه عقده. كانت هناك عديد الانتقادات عند خروجه من الترجي، لذلك لا يريد مشاكل اخرى مع جماهير الترجي الرياضي التونسي. لذلك خير من باب احترام فريقه السابق انه لن يذهب الى الاهلي. طيب، من وجهة نظر حضرتك محمد علي بن رمضان طبقا لمعلوماتك باقي مع النادي المجري، ولا ممكن يرجع الترجي تاني، ولا يروح الاخدود السعودي، ولا هتكون وجهته ايه؟ بالنسبة للعودة للترجي الرياضي الأمر غير مطروح بتاتا على إدارة الترجي الرياضي وعودة محمد علي بن رمضان، لكن يبقى قريب من الدوري السعودي، خاصة أن الفريق المجري قبل بعرض الأهلي، فإنه سيقبل بأي عرض آخر في القيمة المادية التي قدمتها الأهلي المصري. لذلك من غير المستبعد أن نشاهد محمد علي بن رمضان في الدوري السعودي، خاصة أن الفريق المجري لم يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال خسر. أوروبا من غير
لذلك من الممكن وارد جدا أن نشاهد محمد علي بن رمضان في الدوري السعودي حسب العرض المقدم والإغراءات المالية. طيب استاذ فراس، يعني قيمه العقد اللي مقدم من الاخدود السعودي القيمه كام؟ القيمة كانت 2.8 مليون دولار. 8 مليون؟ 2.8. 2.8. اوكي. طب ده عرض يعني قريب جدا من عرض الاهلي، يعني ما هوش الفارق الكبير اللي يخلي محمد علي بن رمضان او النادي المجري يغير وجهته. يعني معلوماتنا ان النادي الاهلي مقدم. اخي محمد، اتفضل. اخي محمد، الفريق المجري لم يرفض عرض الاهلي، اللاعب هو من رفض اللاعب. اذا طبقا لمصادر حضرتك محمد علي بن رمضان يبتعد عن النادي الاهلي. يبتعد كثيرا على الاهلي المصري. وشك فيه سعاده، واضح ان انت يعني بتشجع الاسبرانس الترجي، صح؟ لا والله لا حقيقة، لكن أنا أعتقد أنه الخبر يستحق يعني أن يكون خبر، خاصة أنه في الفترة الأخيرة شاهدنا عديد الأخبار المتواترة في الإعلام المصري الشقيق أن محمد علي بن رمضان سيكون في الأهلي المصري. لذلك الحمد لله دائما في الصحافة التونسية نحاول الوصول إلى الحقيقة، بالرغم أنه لدي عديد الأصدقاء من مصر ومن الصحفيين المصريين، ولدينا علي معلول كذلك في الأهلي المصري. لذلك كما قلت محمد علي بن رمضان ابتعد عن الأهلي، لكن بلا سعادة ولا حاجة يعني. طب ولو من المنظور الصحفي فقط يعني. بس خلي بالك، أنا هقول لحضرتك حاجة، لا تأمن النادي الأهلي. من الممكن انك تلاقي محمد علي بن رمضان بكره في القاهره وموجود في استاد مختار التتش في النادي الاهلي. صعب جدا اخي محمد، صعب جدا. خلينا نشوف معلومات يعني. انا اخي اتحدث على معلومات يعني. تمام. خاصه انه لو كان هناك اشكال مادي ممكن حيكون وصول اتفاق غدا او الاسبوع القادم، لكن هذا مشكل مبدا وليس قيمه العقد. الأستاذ فراس بن صالح الصحفي التونسي في موقع فود 24 التونسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا.